خبر عاجل: السعودية تضخ 1.9 مليار ريال دعما تنمويا لليمن. خالد بن سلمان يؤكد دعم الحل السياسي الشامل ويناقش مستقبل القضية الجنوبية مع مجلس القيادة الرئاسي في الرياض. تفاصيل هامة وعاجلة، فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليماني، ويؤكد استمرار دعم المملكة لليمن سياسيا وتنمويا. الأمير خالد بن سلمان أعلن تقديم دعم تنموي لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في إطار حزمة مشاريع وبرامج اقتصادية وتنموية عبر البرنامج السعودي لدعم اليمن تشمل مختلف المحافظات. وخلال اللقاء نقل وزير الدفاع السعودي تحيات القيادة السعودية وتمنياتها لليمن وشعبه بالأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ودعم المملكة لمسار الحل السياسي الشامل. الجانبان ناقشا تطورات الأوضاع في اليمن وأكدا أهمية مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة السياسية مع التركيز على مستقبل القضية الجنوبية وبلورة تصور شامل للحلول العادلة عبر مؤتمر الرياض. وأكد الأمير خالد بن سلمان أن هذا الدعم يجسد حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه.